السلام عليكم. الدرس الرابع من دروس السياقة النظري بالسويد. الدرس الرابع عن موضوع المسافات. موضوع المسافات مهم جدا وعليه أسئلة كثيرة وعليه تفاصيل وعليه تحويلات وحسابات، لكنه أحاول أشرح الموضوع بأسلوب مختصر وملخص حتى ممكن أنه نستفاد منه بأحسن صورة. المسافة الأولى، قبل ما أدخل بالتفاصيل، الفكرة الأساسية بهذا الموضوع هي أنه في حالة السيارة المتحركة اكتشفت عائق أو اكتشفت آه، عابر أو بايسكل، فالمسافة الكلية حتى تتوقف السيارة من لحظة اكتشاف العائق وإلى حد توقف السيارة 100%، تتكون من مسافتين: مسافة رد الفعل ومسافة الفرملة. مجموعهم هي مسافة التوقف. هاي الفكرة الأساسية. إذا نجي على تفاصيل مسافة رد الفعل، هي السرعة في 3. مثلا إذا كان عندي سيارة تسير بسرعة 50 كيلومتر بالساعة، كم مسافة رد الفعل؟ أتمنى من اللي يدخل هذا الموضوع أنه يكون مار على موضوع الدرس الثاني والثالث حتى يعرف الأرقام. هذا رقم 3 من إجر على سبيل المثال. فالحل حيكون 5 في 3 يساوي لنا 5 متر. فبهالطريقة يفرض أنه وقت رد الفعل هو ثانية، بل أنه هو دا يسألني عن مسافة، فالوقت راح يكون ثانية واحدة، وهكذا. مسافة الفرملة هي مربع زيادة السرعة في مسافة السرعة السابقة. في حالة مسافة الفرملة تختلف من سائق إلى سائق آخر. في حالة سيارة سرعتها 50، مسافة رد فعلها 6 متر. كم مسافة مسافة فرملتها مسافة فرملتها 6 متر. كم مسافة الفرملة في حالة زيادة السرعة إلى 100 كيلومتر في الساعة؟ فأنا يخلي ببالي أنه هي زيادة السرعة. موضوع الطاقة الحركية نوهت إلى أنه مربع زيادة السرعة، فيقسم 100 على 50 يساوي لنا 2، 4 يصير 4 في 6 يساوي لنا 24 متر. مسافة التوقف هي مجموع مسافة رد الفعل ومسافة الفرملة. يعني تتوقف السيارة. أوكي، فبهاي الحالة عرفت شنو يعني مسافة رد فعل، شنو يعني مسافة فرملة، شنو مسافة توقف. عادة عادة الأسئلة تكون عن مسافة الفرملة أو عن مسافة رد الفعل، ويكون ناطي مسافة التوقف. بهالحالة مجرد هي عبارة عن ناقص أنقص المسافات بحيث أقدر أستخرج يا أما مسافة رد الفعل أو الفرملة. أوكي، لكنه لم لحد الآن مشي في السؤال أنه من الصفر، يعني يريد عندك سيارة 50 ويريد مسافة التوقف رأسا. يعني دائما الأسئلة حتكون تفصيلية أكثر مما هي. السؤال حيكون عادة بسيط، يعني حتى ممكن واحد يفكر بأمور تحتاج عدة خطوات حتى يفكر به. المهم إذا صادفكم أي سؤال عن هذا الموضوع أتمنى أنه تخلوا لي إياه ونشوفه. ملاحظة أنه من خلال الملاحظات أنه مجموع المسافات هو رقم كبير، يعني 24 متر. لك أحيانا السيارات الحديثة لا تحتاج هذه المسافات، التوقف يكون أقل، لكنه كحساب نظري حيكون بهاي الطريقة، حساب امتحان بيكون بهاي الطريقة. خليها ببالي، هاي مجرد ملاحظة. شكرا جزيلا على المتابعة، نلتقي كم دروس أخرى.